بابلو اسكوبار أكبر تاجر مخدرات في العالم، نهايته كانت الموت. التاريخ يا عزيزي المشاهد بيمجد وبيعظم لبابلو اسكوبار، ولكن هل في إنسان حصل يوم ذكر لك عدد الضباط اللي ماتوا؟ خليك من الجنود، أنا بتكلم لك بس عن الضباط، عشرات مئات يا عزيزي المشاهد عشان يقضوا على إنسان واحد. الله حتجي تقول لي تقوش أنا داير اسمع منك قصة عن إنسان عظيم، عن إنسان قتل، عن إنسان عمل. المعنى من كلامي يا عزيزي المشاهد إنه التاريخ بيمجد وبيطبل لأي إنسان رخيص حسب القصة اللي كتبت عنه، سواء كان بطل أو إنسان خاين أو ممكن نقول جبان. اينشتاين اللي معروف بالعالم، علم، فيزياء، رياضيات، احنا اللي بنسمع عن اينشتاين دائما انه انسان عظيم، انسان كان واحد من بين مئات او ملايين الناس، انسان اسطوره ما حيتكرر. ولكن اينشتاين هو نفسه الانسان كان واحد من كبارات الناس اللي مؤسسين لدوله اسرائيل وتهجير اخواننا اوكي. ودي النقطة اللي أنا عايز أصليها عزيزي المشاهد وأوريك ليها. الناس اللي كتبوا التاريخ زيي وزيك جمعوا معلومات وكتبوها حسب الطريقة اللي هم عايزينها. البطل يمكن يبقى خاين والخاين يمكن يبقى بطل حسب الكاتب، أما أنا معروف أسطورة لا تتكرر. كم بيبي